أظن يعني إن أغلبنا مرهق بما يكفي لأسباب مختلفة، في اللي قادر تقول عنها وفي اللي مش قادر خالص. فبالتالي بقى واحنا بندور على ناس تدخل حياتنا، أكيد ده مش الوقت أبدا اللي ندور فيه على تركيبة موديل الإعلانات. كل حد من حقه جدا انه يعلى بسقف تطلعاته وطموحه، وانه يبقى في حياته حد بذوقه بالشكل اللي هو عايزه بالطريقه اللي كان دايما بيحلم بيها. لكن بصراحه بقى تركيبه اللي هو صايع بس مؤدب، دمه خفيف بس تقيل قوي، دي تركيبه اتضح انها صعبه قوي ان احنا نلاقيها، ولو لقيناها في الغالب بتكون متعبه. واكيد الانسان وهو تعبان ومرهق بيدور على ناس تكون عندها شيء من الطيبة والرحمة، تقدر إنها تكون معاه في الأيام الصعبة وتتكلم بسهولة، عندها قدرة إنها تعبر عن أفكارها وعن اللي هي عايزاه. مش ناس تقيلة وصعبة وعشان نسحب منها الكلام محتاجين نضاعف المجهود اللي بنبذله. أكيد يعني كل ما الحياة بتزداد صعوبة يبقى من الضروري إن احنا ندور على ناس تسهلها علينا، ما ندورش على شركاء حياة لمجرد بس إن احنا نثبت للعالم وللمجتمع إن احنا عرفنا نجيب الحد اللي محدش عارف يجيبه. لأن زي ما بيتقال كده، في الآخر كل الناس بتمشي والعلاقة بتفضل بينك وبين الحد اللي معاكي. فبالتالي انت اللي هتحاسبي على كل حاجة اخترتيها عشان بس الناس تقول شوفوا اختارت حد عامل ازاي. اكيد هيكون اجمل ان احنا يكون معانا ناس عشرتهم سهلة، ناس ليهم كبير وقت ما نزعل نعرف نرجع له، ناس بتحس باللي بيضايقنا وبتحاول ما تكرروش، ناس بتبذل معانا مجهود عشان نعيش حياة اهدى. في ظرف عام كله بقى فيه جري وضغط اعصاب وتفاصيل كتيرة جدا، كلنا بنحاول نقل من حدتها ونكتر من لحظات الهدوء. ويهمني جدا اعرف راي حضراتكم في الكومنتات. هل رحله البحث عن شريك دي حاجه خاصه بكل انسان ومن حقه يختار زي ما هو عايز وفي النهايه هو اللي هيحاسب على الاختيار ده، ولا برضو من حقنا كده ان احنا نقول بصوت عالي ان من كتر التجارب اللي بنسمعها لازم نعيد تاني افكارنا في اختيار شريك حياتنا؟